بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا وتريلر اكشن جديد. والنهارده هنعمل تريلر اكشن لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث تحت عنوان ولاد رزق القضية. الجزء الثاني نزل في 2018 واخدنا وقت طويل جدا عبال ما اخدنا الجزء الثالث. الجزء الثالث طبعا هو فيلم نازل في عيد الاضحى السنة دي سنة 2024، وهو يعتبر اكتر فيلم الناس مستنياه السنة دي تقريبا. بتكلم عن طبعا من ناحية الافلام المصرية، لان الفيلم ده كان عليه كلام كتير في خلال البروسيس بتاعت عملية انتاجه يعني. من طبعا ان الفيلم ده مشارك فيه لاول مرة هيئة الترفيه السعودية بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، اللي داخلين داعمين الفيلم ده دعم نقدي في الانتاج يعني، وكمان دعم لوجستي عن طريق حاجات مثلا في التصوير والانتاج من معدات او خلافه، وكمان توفير اماكن للتصوير للفيلم داخل المملكة العربية السعودية. وده اللي احنا شفناه في التيزر الأول اللي نزل للفيلم تقريبا من حوالي شهرين، من فترة طويلة جدا. والتيزر الأول ده أنا شفته في السينمات، بس حقيقي مش فاكر الديتيلز بتاعته. كان في سين كده منه بس منتشر على الإنترنت، هو ده اللي أنا فاكره. النهارده بقى نزل تريلر ومكتوب على اليوتيوب هو التريلر الرسمي أو التريلر النهائي لفيلم ولاد رزق. فطبعا هنا في اختلاف في النقطة دي عن التيزر الأول، فأنا ما اعرفش إيه الاختلاف لأن أنا ما شفتش التريلر ده، فهشوفه معاكم كمان شوية. حابب بس أوضح إن فيلم ولاد رزق الجزء الثالث من تأليف صلاح الجهيني ومن إخراج المخرج الكبير طبعا طارق العريان، وهم نفس الاثنين مخرج الاثنين المؤلف والمخرج اللي كانوا عاملين الجزء الأول والجزء الثاني. ومن موسيقى هشام نزيه الرائع طبعا هشام نزيه، ومن بطولة أحمد عز وعمرو يوسف. وبيغيب عندنا في الجزء ده أحمد داوود وأحمد الفيشاوي، لكن بيشارك معانا في الجزء ده لأول مرة الفنان آسر ياسين. وكمان كنا شايفين تسريبات أو مش تسريبات، يعني هي كانت دعاية من الفيلم إن المستشار تركي آل الشيخ كان منزل ان كريم عبد العزيز طالع في الفيلم. فهل هو طالع في التريلر او التيزر وات ايفر؟ لا، تريلر اعتقد اللي احنا هنتفرج عليه ده دلوقتي ولا لا ما اعرفش. تعالوا مع بعض نتفرج على التريلر لاول مره. بسم الله. احنا 4 اخوات، انا وربيع ورمضان ورجب. اتعهدنا اول لما نمسك قرش وترزق ان احنا نبطل. هو انت بجد يا رضا عايز ترجعنا للشمال تاني؟ اخر مره ارجع يا بعدها هنبطل. في حد عاقل برضك يتورط مع النونو؟ هي دي عيشتك اللي انت بتحبها يا رضا، وشكلك كده حنت لها. ورحمة أمي وأبويا ما هسيبك، لا أنا ولا أولاد رزق. كده نبقى تعازي. عندي لكم عملية هنضرب بيها عصفورين بحجر واحد في الرياض. في ماتش ملاكمة مهم قوي هيتلعب هناك في موسم الرياض. مفيش كلام يا رضا، 5 مليون افضل يزغللوا عند اي حد، بس انا خايف. مبدئيا كده العمليه دي لازم تتعمل. يوري got kidnapped. هي ستوب. محتاجين معانا حد رابع. هاي يا شريف، معايا ضيوف. ما تيجي تقعدوا جنب بعض احسن. لا جنب بعض ايه؟ احنا بنحب كده يبقى في بينا حاجه. اخوات بقى وعدتي. فكرة المكان هنا ما يقلقش، جو عائلي. انتوا ما تعصوش من اللي حصل لكم المرة اللي فاتت؟ انت بتخوني يا ربيع؟ يعني انا يوم ما احب اخونك هسيب الدنيا كلها واجي لغايه السعوديه عشان اخونك؟ فلوسي في رقبتك يا رضا، فلوسك عندي يا شاي وهترجع. ولا ما يتخافش علينا عشان احنا بيتخاف مننا هنا او هنا او مهرجانات هنا قرف. دور مش هتلاقي زينا يا نايس ستوري يا رضا. في ظهر بعض. انتوا جايين تعلموا علينا في منطقتنا؟ ده احنا اولاد رزق. دي انا شفتها قبل كده. بعد ما العمليه تنجح انتوا ولاد رزق بقى اخوات في بعض، تقعدوا تحضنوا بعض وتعملوا ايدين. فانا ما لما تشوفنا بنبوس وبنحضن نبقى الدار تمام، بس ما تشبعتش. هل في مشهد تاني؟ لا، مفيش مشهد تاني بصراحة يعني. مش مطمن يعني، انا بقول رأيي بصراحة. هو الفيلم نازل عندنا في مصر يوم 12/6 إن شاء الله، ونازل في الوطن العربي يوم 13/6، يعني بعدنا بيوم.
بس انا مش مطمن، حاسس انا ما شفتش اي حاجه جديده ومش باين ان في اختلاف انتاجي. اكيد باين يعني ان انت مصور بره مصر وكده، بس حاسس ان احنا شفنا الحاجات دي قبل كده. فتعالوا كده نتفرج على التريلر مع بعض ونعلق لو في حاجه نقولها. اه بالمناسبه انا مش عارف هحط التريلر ساعه لما كنت بتفرج عليه بصوت ولا من غير، عشان انا مش عارف نظام الكوبي رايتس هنا ايه. بس ان شاء الله هحطه يعني بصوت، ابقى اشوف يعني. اول حاجه، احنا 4 اخوات. ماشي، اول حاجه لاحظتها هنا ان تقريبا في ريكاست للشخصيه اللي هي بيعملها داوود او الفيشاوي، وات ايفر بقى مين فيهم الحقيقي، عشان مش بتلخبط ما بينهم. بس هو في ريكاست للاخ الرابع، واضح كده ان هو الاخ الرابع هو ريكاست، يعني مش دور جديد طالع بيه الممثل اللي كان طالع في المسلسل بتاع منى زكي اللي هو تحت الوصايه. فواضح كده ان في ريكاست هنا. هنا مشهد واضح من السعوديه ده. لا ده شكله في مصر عادي. ده هنا مشهد في مصر عادي. نسرين أمين تعود إلينا. دي نفس لأ مش نفس، ده معرض عربيات ولاد رزق تقريبًا. هُم كده فتحوا معرض عربيات رزق أهو. أنا فكّرتها البنزينة اللي هي اللي كانت طالعة في الجزء التاني. هنا بيتقال إن هو في عملية في السعودية، إن في ماتش ملاكمة بيتلعب، طبعًا ماتش ملاكمة اللي هو ما بين تايسون فيوري والتاني مش فاكر اسمه بتاع الMMA. كان ماتش طبعًا عليه كلام كتير من كام شهر كده لو تفتكروا. كان شهر 10 تقريبًا أو 11. فدي لقطات mix ما بين لقطات مصوّرة جوّه الفيلم، ولقطات متاخدة من الlive يعني بتاع الevent نفسه اللي كان موجود على الحقيقة. هنا بقى أنا متضايق من حاجة، إن الجملة دي أنا سمعتها في ال3 أجزاء اللي فاتوا، يعني سمعتها في الأول والتاني وأدي أهو سامعها في التالت، إن دي آخر مرّة وإحنا هنبطّل. فأنا بصراحة ما باحبش التكرار، فأنا حاسس إن الشريط سَف هنا، فأنا مش متطمن بصراحة. هنا مشهد مطاردة عربية، ده هنا في السعودية طبعًا. حلو جدًا دخلة آسر ياسين عجباني بالكلب. هنا طبعًا الإيحاءات الجنسية المشهورة في أولاد رزق. زي ما باقول لكم أهو في recast هنا إن الشخصية الرابعة أو الأخ الرابع اتعمل لها تغيير بس مش أكتر يعني. فهنا هو نفس الدور بس مع اختلاف بس الممثل، هو مجرد recast. إلا لو هي ليها علاقة بالقصة أو الحبكة أو الplot twist زي ما إحنا شُفنا في الجزء الأول أو الجزء التاني، الله أعلم هنعرف. واضح إن في عودة للvillains كمان بتوع الأجزاء اللي فاتت كلّهم، يعني شُفنا سيد رجب، شُفنا محمد ممدوح، شُفنا تايسون، شُفنا محمد لطفي. هنا مشاهد حلوة جدًا أهو محمد لطفي. أسماء جلال ظاهرة معانا لأول مرّة هنا في الفيلم ده، واضح إنها بتحب ربيع اللي هو عمرو يوسف أعتقد يعني. المشهد ده مكرر جدًا، جدًا من الأفلام اللي فاتت، شُفته في الأول والتاني أهو. يعني مش عارف بصراحة، مش حاسس إن في تجديد باستثناء إن آسر ياسين راكب موتوسيكل جنبهم عاجبني أوي خلّي بالك التصميم كاركتر الشايب اللي هي بتاعة آسر ياسين دي بلبسه، بشعره، بحركاته، بإن هو موتوسيكل يعني، عاجباني. باحب أنا الحاجات اللي هي اللي بتحسّها كوميكسي أكتر كده. سيد رجب، نفس الشقة. ده هنا villain جديد بيظهر معانا ممثل. طبعًا الممثل ده كان الناريتور بتاع الحشاشين. أنا المهرجانات دي حاجة سيئة، أنا مش عارف هو لسه في حد بيسمع مهرجانات؟ إحنا في 2024 يعني قُلنا الفيلمين اللي فاتوا كانوا وقتهم كان في trend مهرجانات، إنما النهارده في 2024 لسه في حد بيسمع مهرجانات؟ مستغرب بصراحة. طبعًا هنا بيصوروا في البوليفارد في موسم الرياض، في المنطقة بتاعة المنطقة المصرية. ولاد رزق القاضية برضه هنا إيحاءات جنسية تاني. خوفي الأساسي من الفيلم ده، وده اللي هنعرفه إن شاء الله في خلال 10 أيام أو أقل من 10 أيام لمّا نشوف الفيلم، إن أنا خايف إن الفيلم ده يكونوا هم راحوا عملوه مش عشان هم عندهم قصة، عشان هم جالهم offer إنتاجي
ودعم مادي ودعم لوجستي زي ما قلت ان احنا نعمل الفيلم ده. فانا خايف ان الفيلم ده يكون بيسموه الفيلم توفق. يعني ايه توفق؟ انت واحد جيت قلت لك خد فلوس وتعالى صور عندي في السعوديه، فانا اخترعت القصه بناء على الكلمتين ثلاثه اللي انت قلتهم دول، فاعمل الجزء اعتمادا على نجاح الاجزاء اللي فاتت. فده انا ده خوفي في الفيلم ده، ان هو الفيلم ده يبقى كده وما يكونش عندهم قصه فعلا او حاجه يحكوها. فانا بصراحه التريلر ما عجبنيش، مش عايز اقول ان هو سيء بصراحه، بس هو متوسط ومش حاسس ان انا شايف فيه بذخ. ممكن يكونوا هم مخبيين، بس انا حاسس ان هي الجزء التاني كان فيه سيكونس اكشن كانت لطيفه جدا ومتنفذه في مصر، وتقريبا بربع الانتاج ده. هنشوف. انا مش عايز اسبق الاحداث، اكيد هخش الفيلم اول ما ينزل ان شاء الله. واول ما اخش الفيلم هعمل حلقه نتكلم فيها عن الفيلم واتكلم فيها عن رايي، وهل الحاجات اللي انا قلتها دي تطلع صح ولا غلط. اتمنى ان انا اطلع غلط، واتمنى الفيلم يطلع حلو ويطلع من احسن من الاجزاء اللي فاتت. بس كالعاده لو عجبتك الحلقه يا ريت تعمل شير لايك وسبسكرايب، واستنى مراجعتي الافلام العيد طبعا من ضمنهم ولاد رزق. اوعى تنسى اوعى تنسى السبسكرايب. لو طلعت من غير ما تعمل سبسكرايب هاخد بالي. سلام.